القصة اللي هحكيها لكم النهاردة فيها سر، وفي آخر الفيديو عندي لكم فزورة وحلها جوه القصة. ركزوا كويس ولا نبدأ الحكاية. كان في ولد جميل اسمه يوسف، وكان أبوه النبي يعقوب بيحبه جدا. اخواته كانوا غيرانين منه لأنه أبوهم كان دايما بيهتم بيه. وفي يوم صحي يوسف من النوم وهو فرحان جدا. جري على أبوه وقال له: يا أبي أنا حلمت الحلم غريب، شفت 11 كوكب والشمس والقمر ساجدين لي. اتعجب أبوه وقال له بحنان: يا يوسف ما تحكيش الحلم ده لاخواتك، ممكن يحسدوك. بس اخوات يوسف كانوا اصلا غيرانين منه وكانوا بيخططوا لحاجه ليوسف ما يعرفهوش. الفزوره بتقول: يوسف عليه السلام شاف حاجه غريبه في حلمه. كانت ايه؟ عارف الاجابه يكتبها في الكومنت. ما تنسوش اللايك والمتابعه، واشوفكم في قصه جديده. القصه اللي هحكيها لكم النهارده فيها سر، وفي اخر الفيديو عندي لكم فزوره وحلها جوه القصه. ركزوا كويس ولا نبدا الحكايه. كان في ولد جميل اسمه يوسف، وكان أبوه النبي يعقوب بيحبه جدا. اخواته كانوا غيرانين منه لأنه أبوهم كان دايما بيهتم بيه. وفي يوم صحي يوسف من النوم وهو فرحان جدا. جري على أبوه وقال له: يا أبي أنا حلمت الحلم غريب، شفت 11 كوكب والشمس والقمر ساجدين لي. اتعجب أبوه وقال له بحنان: يا يوسف ما تحكيش الحلم ده لاخواتك، ممكن يحسدوك. بس اخوات يوسف كانوا اصلا غيرانين منه وكانوا بيخططوا لحاجه ليوسف ما يعرفهوش. الفزوره بتقول: يوسف عليه السلام شاف حاجه غريبه في حلمه. كانت ايه؟ عارف الاجابه يكتبها في الكومنت. ما تنسوش اللايك والمتابعه، واشوفكم في قصه جديده. القصه اللي هحكيها لكم النهارده فيها سر، وفي اخر الفيديو عندي لكم فزوره وحلها جوه القصه. ركزوا كويس ولا نبدا الحكايه. كان في ولد جميل اسمه يوسف، وكان أبوه النبي يعقوب بيحبه جدا. اخواته كانوا غيرانين منه لأنه أبوهم كان دايما بيهتم بيه. وفي يوم صحي يوسف من النوم وهو فرحان جدا. جري على أبوه وقال له: يا أبي أنا حلمت الحلم غريب، شفت 11 كوكب والشمس والقمر ساجدين لي. اتعجب أبوه وقال له بحنان: يا يوسف ما تحكيش الحلم ده لاخواتك، ممكن يحسدوك. بس اخوات يوسف كانوا اصلا غيرانين منه وكانوا بيخططوا لحاجه ليوسف ما يعرفهوش. الفزوره بتقول: يوسف عليه السلام شاف حاجه غريبه في حلمه. كانت ايه؟ عارف الاجابه يكتبها في الكومنت. ما تنسوش اللايك والمتابعه، واشوفكم في قصه جديده.